ملف اللاجئين الغير شرعيين، طبعا مفيش غيرهم حبايبنا السودانيين يعني. الملف دوت ملف امن قومي خطير جدا، طبعا لان عندك في الشوارع المصريه في كميه لاجئين من السودانيين رهيبه جدا. لا حد عارف انتماءاتهم ولا سياساتهم ولا توجهاتهم ولا فلوسهم ولا مصدر فلوسهم، وقصه فلوسهم ديت عايزه ساعات تقعد تتكلم فيها. ده انت عندك تجار سودانيين، هم بص متخصصين، بالذات التجار السودانيين اللي هم بيشتروا العقارات دولت. يعني في تجار متخصصين في الموضوع دوت، عندهم استعداد يعني ان هم يشتروا اي كميه عقارات مهما كان الثمن. يعني لو قلت له مثلا شقه في فيصل، مثلا شقه ما تسواش مثلا 500 600 الف جنيه، لو اتعرض عليه مليون جنيه هيدفع. لو اتعرض عليه مثلا شقه ب 2 مليون جنيه هيدفع، مش هيقول لك لا. طيب كميه العقارات اللي هم بيشتروها ديت لدرجه ان هم اشتروا عماير، وفي بعض العمارات او بعض الابراج بالذات في فيصل يعني، او في الشوارع الداخليه من جوه من فيصل، لان هم اغلبيتهم ساكنين فيها ومتجمعين كلهم فيها. تلاقيهم مثلا مشتريين دور او دورين، دور مثلا فيه شقتين او 3 شقق بيفتحوهم على بعض يعملوهم مدرسه. طبعا محدش بيتكلم معاهم، فطبعا المصريين بيتضايقوا من الموضوع دوت. وطبعا الحضانات او المدارس اللي هم فاتحينها ديت غير مرخصه، وطبعا الحكومه ما تعرفش حاجه عنهم. طيب نرجع لموضوعنا. مشكلتهم ان ما حدش يعرف حاجه عنهم، ما حدش يعرف اعدادهم، ما حدش يعرف حصرهم. في ناس تقول لك دول 5 مليون، في ناس تقول لك 7 مليون. اللي احنا شايفينه بعيننا ان هم معديين ال 15 مليون في مصر، وال 15 مليون دولت بيزيدوا. وما شاء الله هم مش داخلين بطولهم يعني، ده هم داخلين بعيالهم وبعيال عيالهم، ده غير الناس اللي بتخلف عندك هنا ما شاء الله ماشيين بالخمس وبالست عيال في الشوارع. طب دي منظر ناس هتمشي؟ دي منظر ناس انا شايفها اللي هي قاعده معاك في بلدك يعني، وقاعدين مستقرين لاطول فتره ممكنه. طبعا ده غير قله ادبهم، غير مشاكلهم مع المصريين، غير وغير وغير. طبعا وفي مشكله قدامنا دلوقتي هنشوفها. مجموعه خناقات سودانيين عند كلية هندسة متهيألي، كان منزلها موقع القاهرة على 24. مجموعة بلطجية سودانيين بيتخانقوا قاعدين سهرانين في الشارع لحد 4 الفجر وقاعدين بيتخانقوا. فتعال نشوف الفيديو ده كده بيهببوا ايه. يا نهار اسود، ده الواد رزعه بالشومة في دماغه. طب يا الناس اللي واقفة بتتفرج ما بلغوش الشرطة ليه؟ يا نهار اسود، ده الواد قتله. يخرب بيتك. شوية بلطجية، اقسم بالله شوية بلطجية داخلين مصر. احنا كنا في غنى عن الناس ديت. اوريكم الفيديو ده، انا مش هعلق عليه لان في برضه مشكلة تانية من ضمن المشاكل بتاعتهم، في حد منزل فيديو في عمارة برضه في فيصل، في مجموعة سودانيين ساكنين في شقة، هم واضح ان هم ايه بلطجية، ومدخلين حريم معاهم. في واحدة هنا باينة في الفيديو اهوت. وطبعا لما بواب العمارة اختلف معاهم او مش عاجبه الوضع، والسكان لما اشتكت قاموا مسكوا البواب، جوله بالليل مسكوا البواب وضربوه، وطبعا جاله نزيف في المخ. هنشوف الفيديو دوت كده، عشان الناس اللي بتقولك بس اللي احنا بنتبلى عليهم او مش طايقينهم عشان خاطر بس سواد عيونهم او بنتلكك لهم. طب ما هو مشاكلكوا اهي في الفيديوهات، واحنا اللي جايبينها من عندنا.
او حتى الواد اللي منزل الفيديو يعني كتب التفاصيل فيه. هم سودانيين طالعين ومعاهم واحدة. ده غير حاسس. اهو على صفحة القاهرة برضو. سرقة 18 هاتف محمول من محل بعين شمس. وكانت البداية بورود بلاغ لاسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من صاحب المحل يفيد بقيام 3 أشخاص مجهولين بتحطيم الباب الزجاجي الخاص بالمحل وسرقة 18 جهاز محمول بالإضافة لاكسسوارات من المحل. وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتم تفريغ الكاميرات المراقبة من محيط المكان وتبين قيام 3 سودانيين بسرقة المحل وإلقاء القبض على 2 منهم من المتهمين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واختارت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات. أو دي كارثة من الكوارث بتاعتهم. في حوار بقى في أسوان، دي قصة تانية خالص. يعني أكتر ناس بتواجه مشكلة السودانيين ديت على فكرة محافظة أسوان. هنبص تعليقاتهم. ده أسواني، ده شاب من أسوان. بعنوان رسالة ادب وناس مع تموت وناس انت كاسوان يمكن متابع شوي عارفه كلمات دي، انما يوميا انت باسوان عندي لامتى حتفضل الجهات المسؤوله تفضل تراعي من بعيد كده وسايبه شبابنا كلهم بتموت؟ اللي لقوه في شوال مرمي ومقتول في ناحيه القصب، اللي مولعين فيه في حتي، اللي رموه في ترعه من هنا، اللي رموه من هنا. انت كاسوان يمكن متابع شوي عارفه كلمات دي، انما يوميا انت باسوان عندي بيموت 7 8 شباب. لا حول ولا قوة إلا بالله. مشروعه بطرق غير بتاعت ربنا، طرق يعني استغفر الله العلي العظيم يا رب. وبلطجه وقله ادب وناس ما تموت وناس ما تحلق على بعضها وشباب ما هتتخطف وبنت صغيره ما هتتخطف. ليه متين نفضل في الوساخه دي احنا يا جدعان؟ ليه انت حتفضلوا ساكتين في بلادكم عن الله بيحصل داتين لما تين حتوقفوا نزيف الدم الشباب؟ يعني احنا لازم يا جدعان كل مره نفضل نحزن مره واثنين وثلاثه. لازم كل فتره والتانيه يتنكد علينا بموت شاب لسه عنده 16 سنه طلع ياكل ليه عيش في الجبل، وقعت عليه حاجه ولا حاجه طلع بلطجه عليها موتوها ادوها سكينه في جنبه ولا ادوها طلقه في راسه ينعطيه ومات. اللي بيحصل في اسوان انا بحذركم وسجلوا الكلام ده للتاريخ. المسكوت عنه في اسوان حاليا والله بيحصل قسما بالله وراه مخطط غريب، انا ما اعرفش المخطط ده ايه، بس فيه ناس موجوده عندنا في اسوان الناس دي هيحصل منها حاجه، ويا ريت الناس تتكلم في موضوع الشباب اللي والله أعلم موضوع الكوليرا اللي حصل في للشباب أو للناس اللي حصل في أسوان دوت. الله أعلم إيه سببه هم ولا جاي منين، محدش عارف برضه. بتموت كل يوم والثاني ده عشان الموضوع بصراحه يا خالد حرام. يعني واحد ابوه 19 20 سنه مع ربه يوكل فيه عشان يشوفوا احسن الناس، يطلع الجبل ياخذ اللقه ولا يموت هنا ولا يموت هنا ولا يموت هنا بطريقه غير مشروعه. مش هو بس اللي بيقول كده، ده دخل متابعين له من أسوان. بتبقى قلقان علينا راحت السوق وجاي. ده دولت أهالي أسوان اللي هم بيعانوا من موضوع اللاجئين ده. مدينة ضراو في السوق تبص تلقاهم أكترية، أنت لما بتخش السوق بتقول أنا غني، بتقول أنا غني. دي مش بلد، دي مش بلد، دي مش ضراو. واللي غير ضراو ناس ضراو. لله الأمر من قبل ومن بعد. السلام. بدر دوت يعني اخد اسبوع وبيتكلم ان الشارع ده ده بلوجر بقى سوداني، تمام، بيعمل فيديوهات للسودانيين. طبعا دخل القاهرة وفي محافظة أسوان اهوت. الشارع دوت في أسوان، الشارع ده كله زي ما انتوا شايفين كله محلات سودانية. وطبعا بيعمل لمحل الحلاقة دوت فيديو. وطبعا بيغيظ في الأسوانيين وبيغيظ في المصريين ان هي المنطقة دي بقت بتاعتهم خلاص، والشارع ده بقى بتاعهم وش يعني.
هنشوف الواد ده بيهبي بيه. صاحب المحل الحلاقة بياخد مش زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. مخالفة محل دي بتأجر، لازم تتأكد المستأجر اللي هيأجر منك حلقاتكم ومقترحاتكم عن الفيديو. حلاقين نمبر 1 يا ركز ده الحلاقين الصح تجي وين يا قلنا يا جماعه شارع السودانيين تبريد شارع السودانيين يا المحل يا جماعه في السودان ده احتلوا اسوان. بالعمل يا الحلاقين الصح يا وقت يا ربع شباب ما شاء الله والله يا حلاقين داخلين يا ايوه يا شباب ايوه يا الحلاق الصح يا مبسوطين من داخل اسوان دراوي شارع السودان حلاقين ما شاء الله يا جماعه شايفين دول كلهم من اخوان السودان. يعني احنا عندنا محافظة أسوان ديت من أحسن الناس اللي فيها الأسوانيين، يعني ناس طيبين ومحترمين جدا جدا جدا. ليه نضايقهم بالسودانيين يعني وبالأشكال الضالة ديت؟ وكل واحد داخل يقول لك إيه، أنا داخل بقروش. هو بخصوص موضوع قروشك ديت، يعني أنت ما دخلتش بقروشك ديت ليه أي دولة خليجية ولا أي دولة أوروبية؟ ما نفعتكش ليه قروشك ديت بره؟ طبعا مش هتنفعك. طب بخصوص قروشك، أنت لو داخل عندنا كلاجئ ما تقولش كلمة قروشك ديت، لكن لو داخل عندنا كسياحة لا قول قروشك عادي. انك تأجر لك عربية، تقعد لك في فندق، تقعد لك كام يوم وتتكل على الله، كده انت داخل بقروشك، محدش يقدر يكلمك. لكن لما تخش تزاحمنا في مواصلاتنا، تزاحمنا في مستشفياتنا الحكومية، تزاحمنا في التعليم، كمية المدارس الرهيبة اللي انتوا فتحتوها بدون ترخيص، وطبعا الحمد لله الحكومة بدأت تقفل فيها وبدأت تاخد بالها من الموضوع لما احنا اشتكينا، وكمية الفيديوهات اللي هي شافتها على السوشيال ميديا. طيب ده غير اسعار الشقق اللي انتوا رفعتوها، غير الموارد الغذائيه اللي ارتفعت بطريقه رهيبه جدا من ساعه ما شفنا سحنتكم بصراحه. فالناس بدات تتضايق. يا عم مش عاجبك المصريين، مش عاجبك قعدتنا، غور في داهيه، غور بلدك، ما تقعدش معانا يا عم. احنا يا دوب مواردنا مكفيانا بالعافيه. يا اخي طب ما احنا عندنا جنسيات تانية، عندنا سوريين وعندنا يمنيين وعندنا ليبيين. من ساعة ما شفنا سحنتكم واحنا بسم الله ما شاء الله يعني ما شفناش خير بصراحة. ما بنشوفش منكم غير كل قلة أدب وبجاحة. ده غير الجرائم اللي انتوا بتعملوها بجميع أنواعها. طب آخرة اللي انتوا بتعملوه ده ايه يعني؟ ما تقعد يا ابني باحترامك انت وهو.